اللاعب المغربي سفيان أمرابط أقرب من أي وقت مضى من نادي برشلونة الإسباني. أصبح النجم المغربي سفيان أمرابط مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها النادي الكتالوني، بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، والموسم الرائع الذي قدمه مع فريقه فيورنتينا الإيطالي، الشيء الذي يجعل منه أحد الأسماء التي قد تغادر النادي الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي. ووفق آخر التفاصيل التي كشف عنها موقع فوت ميركاتو الفرنسي اليوم، فإن المدرب تشافي هيرنانديز اتصل شخصيا بالنجم المغربي وأخبره برغبته في التعاقد معه، كما تحدث له عن المشروع الرياضي لنادي برشلونة من أجل إقناعه بحمل قميص البلاوغرانا. ويسعى نادي برشلونة لإيجاد بديل لقائده سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن علم بالمطالب المالية الكبيرة لفريق ريال سوسيداد قصد تسريح مارتين زوبيميندي، فإن المدرب تشافي غير الوجهة صوب اللاعب المغربي، ويسعى مع إدارة النادي حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل رغبة أندية أخرى في التعاقد مع النجم المغربي. ورغم اهتمام المدرب تشافي وكذلك رغبة اللاعب سفيان أمرابط في اللعب مع نادي برشلونة، فإن الأزمة المالية الكبيرة التي يعيشها النادي الإسباني قد يتم إلغاء هذه الصفقة، خاصة وأن الراتب الذي ينوي بطل الدوري الإسباني تقديمه أقل من ذلك الذي يسعى أتلتيكو مدريد إلى تقديمه، علما النادي فيورنتينا يطلب ما بين 25 إلى 30 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب المغربي. يضيف موقع فوت ميركاتو الفرنسي: تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأندية تطلب خدمات سفيان أمرابط، في مقدمتها برشلونة، إضافة إلى أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.